مشاهدينا، النهارده مصر بتشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. ففي عام 92 قامت الأمم المتحدة بتخصيص يوم الثالث من شهر ديسمبر من كل عام كيوم عالمي للإعاقة، وذلك لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر المفاهيم الخاصة بقضايا الإعاقة والخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفهم المكاسب اللي ممكن إنها تتحقق نتيجة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المجتمعية بكل جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية. وفي اللقاء ده أنا برحب بالدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس. صباح الخير دكتور مجدي، وأهلا بحضرتك في برنامج صباح الخير يا مصر. طيبين وحضرتك طيب. أهلا بيك. طيب، يعني حضرتك توضح لنا في البداية أهمية انتظام العالم والأمم المتحدة في الاحتفال سنويا باليوم الدولي أو العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وإن الاحتفال السنة دي بعنوان التحول نحو مجتمع مرن ومستدام للجميع. بمعنى ان دلوقتي عندنا في سكان كوكب الارض حوالي 7.6 مليار، يبقى عندنا سكان كوكب الارض اللي هم المفروض النهارده هيحتفلوا بهذا الموضوع هيبقى 10% تقريبا، فده رقم مش سهل. يبقى الملايين دلوقتي اللي في العالم كله اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه اللي شفتوهم في اول الحلقه او في العرض مهمين جدا. ذوي الاحتياجات الخاصه تقريبا 10% من سكان كوكب الارض، ولكن ترتفع النسبة ل 15% بعض الدول النامية، وترتفع إلى 20% بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء. المنطقة دي فيها الخمس، يعني كل 5 فيهم واحد. المخاطر الثانية إن في حاجات حديثة بتؤدي دلوقتي للإعاقات وإحنا مش واخدين بالنا، وحوادث السيارات مش بتؤدي إلى الكسر والإعاقة طبعا. السكر المهمل، الحساسية المهملة. أنا دلوقتي الإعاقة معناها إن أنا لن أتمتع. أنا اتولدت في بلد ما لا تهتم بكلمة إعاقة، يبقى لن أتمتع بحياتي، بطفولتي، بشبابي، لن انخرط في التعليم، لن انخرط في الانتاج. انتوا مش هتمتعوا بفوايدي وانا مش هتمتع بحاجه، يبقى كده انا اتعزلت مع ان انا انسان جئت للحياه. مهم قوي الحكايه دي عشان نشوف الاسباب اللي بتؤدي الى الاعاقات في المجتمع بشكل عام. نمرة 1 هنقول زواج الأقارب، ومحدش يزعل مني ليه؟ لأن 10% من زواج الأقارب في العالم كله ده بيحدث. النسبة في العالمية ممكن عندنا هنا في مصر 39%، في بعض المناطق في الشرق الأوسط في الخليج أو مناطق أخرى ممكن توصل 80%. يبقى كل الناس بتتجوز قرايبها. الخطورة إن في بعض الأسر بيبقى في إعاقات، عندهم إعاقة سمعية، وتلاقي القبيلة كلها والقرية كلها ما بيسمعوش وما بيشوفوش ومش بيتحركوا، كلهم بيزحفوا على الأرض. طب ليه؟ يبقى لو سمحتوا زواج الأقارب من هنا ورايح يبقى نادر، وبس في الحالات اللي هي العيلتين متأكدين وبعدين البدائل كثيرة. 1 2 عندنا هنا في مصر 75% من الإعاقة الذهنية، ودي مشكلة كبيرة بتبقى نتيجة زواج الأقارب.